السلام عليكم ومرحبا بكم بقناة شيوات بسيطة مع أم البنات. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم جيت باش نقدم معكم أكلة إيطالية سميتها الجوزامية. كنتمنى تعجبكم وكنتمنى تجربوها. هي أكلة سهلة وبسيطة كتجي معلكة من الداخل. كتعجب الكبير والصغير، يمكن لك ديريها للغداء ولا للعشاء. وصفة سهلة وبسيطة وفي متناول الجميع. على بركة الله غادي نبداو الوصفة ديالنا. اول حاجه اللي غنحضروا البيشاميل. انا عندي طريقتي خاصه، كندير الحليب هو الاول مع الملحه. درت يطرو ديال الحليب مع القياس ديال الملحه و4 المعالق ديال الطحين. كنحركو مزيان باش ما يبقاولناش التكتلات ديال الطحين، ما يبقاش الطحين فيه حبيبات. غنديرو فوق العافيه حتى يختار او حتى يبدا يختار. من بعد ما اختار ليا الخليط غندير معاه 2 معالق ديال الزبده وهو باقي سخون باش كلشي يذوب ليا مزيان. واحد شويه ديال البزار، معلقه صغيره ديال البزار، نخلط مزيان وندير 4 ديال الفرماج. هذا فرماج شيدر وشويه ديال الفرماج هنا مخلط عندي اللي غادي ندير فوق من الجوزاميه. ندير شويه هنا لداخل، كنخلط وهو باقي كلشي سخون باش يذوب ليا كاع الفرماج. كنخلط مزيان وبالزربه قبل ما يبرد ليا الخليط. حنا كنلاحظوا انه داب. هادو هما الانيات ديال الفخار اللي غادي ندير فيهم الجوزاميه ديالي. انيات فرديه كتشريهم، ولكن من الاحسن تبيتيهم في الماء ليله كامله يشربوا الماء مزيان. من بعد كدهنيهم بالزيت، عاد يمكن لك تستعمليهم وديريهم في الفران باش ما يطرطقوش لك وباش تبقاي تستعمليهم مده طويله. كندير واحد شويه البشاميل هو الاول من التحت باش ما تجينيش ناشفه من التحت. هادو لي باط سلقتهم مع شويه ديال الملحه، واحد طريف ديال الثومه، واحد طريف ديال البصله وشويه ديال البزار. كناخذ الكميه اللي بغينا، كنقدوهم مزيان من التحت ونزيدو عليهم شويه ديال البشاميل عاوتاني. كنحاول اننا نقادو باش يبقى لنا داكشي حتى من الجناب. هذا ديك الرومي المدخن خديت وقطعته طريفات صغار. لدانت فيمي قطعته طريفات ودرتو حتى هو. هذا كيبقى اختياري، اللي عنده يديرو، اللي ما عندوش ما يديروش. يمكن نعوضوه بالكاشير. عندي بطاطا مقطعه مربعات ومقليه في الزيت. يمكن لينا نستغناو على اي حاجه بغينا، يمكننا نزيدو في حاجه بغيناها، يمكن لينا اننا ما نستعملوش لي باط اللي ما تيعجبوش لي باط ما يستعملوش، يستعمل غير البطاطا. او بامكاننا نستعملوا غير باط بوحدها بلا بطاطا. هنا عندي الدجاج، صدر ديال الدجاج قطعته مع البصله، درت معاه الزيت وملحه والبزار وشويه ديال العطريه ودرتو حتى تشحر مزيان، مبقاتش فيه لا ماء لا حتى شي حاجه، تيجي تا هو زوين. يمكن لي نستعمل الكفته، يمكن لي نستعمل صدر ديال بيبي، يمكن لي نستغنى عليه نستعمل غير كاشير ولا غير لدانت فيمي بوحدو.
كنحاول نقاد داكشي بالتساوي ونقاد حتى الجناب باش ما يجي فيهم كاملين نفس المذاق، وفي جميع الاتجاهات كيكون نفس المذاق. من بعد كنغطي كلشي بالبيشاميل. كنحاولوا نغطيوه مزيان وكنحاولوا ندوروه في الجناب. داك البيشاميل ملي كيكون كيطيب تيهبط لتحت وكيولي كاين في الكزاميه كامله، كتاكلو في الكزاميه كامله، ما تيبقاش غير الفوق. طريقه سهله وواضحه في الفيديو ودغيا كتوجد. من بعد كناخذ اي نوع الفرماج عندي، اي نوع عندي نستعمله. انا عندي هنا الفرماج حمر، واحد الفرماج اخر كان عندي حتى هو تحكيته بيض. من بعد نشدها ندخلها للفران، العافيه تكون من التحت تتحمر ونخرجها. كتجي زوينه وكتجي بنينه وسهله في التحضير وكتعجب الصغار والكبار. كنتمنى تجربوها، كنتمنى تعجبكم. شكرا بزاف الا وصلتوا حتى لهنا في هذا الفيديو. كنتمنى انكم تدعموني، كنتمنى انكم ديروا لايك واشتراك باش يوصلكم كل جديد.